السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم تشتركوا بالقناه، حطوا لنا لايك وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم ان شاء الله من ابن الشام كل شيء جديد. طبعا اذا شفت انت قناه ابن الشام وابن الشام بيستاهل، اذا شفته انت ما بيستاهل لا تشترك ولا تحط لايك ولا تفعل زر الجرس ولا تعمل اي شيء. الموضوع اللي هو الاغلبيه خاصه المبتدئين عم يعانوا من هذا الموضوع، اللي هي الانتاي ما عم تحط البيض، عم تلف العش تمام وما عم تحط البيض. انتاي عندي جاهزه وما عم تلف العش تمام. شو هي المشاكل اللي ممكن انت كمبتدئ مثلا تواجهك بموسم التزاوج؟ طبعا اللي ما بيعرف موسم التزاوج بيبدا المضبوط ب15/3. في بعض المربيين بيبدوا قبل وفي بعض المربيين بيبدأوا بعد 15/3 يعني. هذا الشيء راجع لكل مربي وحسب تجهيزه لطيوره وحسب كمان جهوزية طيوره، وبالبداية بالنهاية هذا الشيء توفيق من الله عز وجل. طيب أنا عندي انتاي، كيف الانتاي هي بدي جهزها؟ رح أمشي معكم خطوة بخطوة. أول نقطة لازم تعرفها اللي هي لازم تكون الانتاي عمر البلوغ. طيب ايمتى بتكون بعمر البلوغ او بعمر الجوازية؟ يوم اللي يصير هي عمرها بين 8 اشهر للسنة. يعني في طواير، يعني في اناتي بتجهز بعمر 8 اشهر، وفي اناتي عمرها 8 اشهر ولساتها ما جاهزة تمام. حسب تقديمك انت للغذاء، حسب انت كم ساعة متقدم اضاءة، حسب الجو عندك، درجة الحرارة تمام او الرطوبة. هدول العوامل الاربعة بيلعبوا دور كثير كبير بالنسبة للانتاي او بالنسبة للذكر، حتى بالنسبة للجهوزية الجوز تمام. مشان تحطها انت هون بعين الاعتبار وقاعدة تبني اساس المعلومات عليها، اللي هي 4 شغلات. الرطوبة، أول شيء نحن نبلش بالتغذية، الحرارة عندكم، الإضاءة عندكم، آخر شيء الرطوبة. طيب بعد ما أنا عرفت عمر الانتاية عندي صار 8 أشهر أو 9 أشهر، أنا هون بقول ممكن صارت على وجه جهوزية. طيب النقطة اللي بعدها، هل ترى الانتاية عندي أنا بغيار الريش؟ هل ترى الانتاية عندي أنا مثلا مريضة لا سمح الله؟ هل ترى الانتاية عندي كانت من قبل مريضة وعالجتها وطابت؟ هذا كلياته بيلعب دور كتير كبير على جهوزية الانتاية تمام، وعلى لفها للعش ووضعها للبيض. طيب هل ترى مثلا نحن نسأل حالنا سؤال، إذا عندي الانتاية أنا مثلا لفت العش، أحد الأسباب يعني لفت العش مثلا وما باضت، هل ترى بيلعب دور الانتاية كانت عندي أنا مسبقا مثلا مريضة تمام وعالجتها وطابت الحمد لله رب العالمين؟ هل ترى بيلعب دور وضعها للبيض، يعني تتأخر بوضعها للبيض؟ نعم بيلعب دور كتير كبير. ممكن أنت مثلا ما تعرف هذا الشيء، لا أخي الكريم، بتلعب دور كتير كبير. إذا الانتاية عندي كانت أنا مريضة مسبقا وأعطيتها العلاج، وخاصة إذا كان علاج كيماوي، ممكن تلف عندك العش بس ما تبيض. جايكم إن شاء الله بهذا الفيديو يعني لوصلكم للزبدة وللنقطة اللي هي النقطة المهمة بالنسبة للانتاية. بس أنا ماشي معكم خطوة بخطوة، بتمنى منكم بس ما تكرروا الفيديو، لأنه أنا ما طالع إنه مثلا ألقي محاضرة ولا أنا طالع أعمل مناظرة ولا شيء، أنا طالع أعطيكم معلومات في سبيل الله وإلكم السلام عليكم. فأنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين عندي إنتاج، وأنتم شفتوا بعينكم، والطيور كلياتها هلا الحمد لله يعني عندها فراخ وعندها بيض. فهي المعلومات عم أقدمها إن شاء الله في سبيل الله إلكم إخواني حبايبي. طيب ما تنسى تحط لنا لايك اللي وصل معي لهالنقطة هي. الله يعز الجميع يا رب. المهم هل ترى الانتاية عندي إذا كانت بغيار الريش جزئي، غيار ريش جزئي، وكانت لافة العش
وما وضعت البيض، تأخرت بوضع البيض، بيلعب دور؟ نعم أخي الكريم بيلعب دور. طيب أنا كيف أعرف الأنتاية عندي دخلت بغيار ريش جزئي؟ يوم اللي تشوف أنت بأرضية القفص ريش ناعم، ريش ناعم، تمام؟ بس تشوف أنت ريش كبير وريش ناعم، هذا غيار ريش كامل. بس لما أنا أشوف ريش ناعم، تمام، هذا غيار ريش جزئي. بس لما أشوف أنا ريش الجناح وريش الديل، هذا ريش كامل. طيب بيلعب دور؟ نعم بيلعب دور كتير كبير إذا كان عندي الأنتاية أنا بغيار ريش جزئي. طيب إذا الأنتاية عندي مثلا لافة العش ووقع على القفص وتأخرت بوضعها للبيض، كمان بيلعب دور. إذا الأنتاية عندي بغرفة ونقلتها على غرفة ثانية، كمان بيلعب دور. إذا أنت ببيت ونقلت على بيت ثاني، كمان بيلعب دور، تمام؟ إذا حاطة أنت مع ذكر وهذا الذكر ماله متوالف مع الأنتاية، عم يصير في تشاجر بيناتهم، كمان تتأخر بوضعها للبيض. وإذا كانت بقمة الجهوزية، تمام، ممكن تبيض بأرضية القفص. طيب في مشاكل كتير ممكن تأخر الأنتاية بوضعها للبيض. طيب شلنا هدول المشاكل كلها على جنب، اجينا لجوز شغال، جوز بقمة الجهوزية، جوز عمره مثلا تقريبا 12 شهر، مثلا 13 شهر، تمام؟ مهم جوز عندي أنا كامل مكمل الكمال لله عز وجل. شو وجب علي أنا أساوي لحتى ساعد الأنتاية بوضعها للبيض داخل العش؟ نحن اجينا هون لصلب الموضوع يلي هو اسمه عنقود البيض داخل بطن الأنتاية. شو يعني عنقود البيض داخل بطن الأنتاية؟ أنا كمبتدئ ما بعرف. طيب هو عنقود البيض هون اللي بيتكون فيه البيض سبحانه وتعالى ببطن الأنتاية بهذا المكان، تمام؟ طيب أنا كيف بدي ساعد الأنتاية على تكوين بيض داخل عنقود البيض أو بعنقود البيض داخل بطنه؟ وجب عليك أخي الكريم أختي الكريمة لما الأنتاية عندك تبلش تجهزها. طيب في عالم عم بتقول إنه بس تبلش تلف العش، هذا كلام مرفوض. اسمع من ابن الشام وكب البحر، أو بتحب تنفذ بارك الله. لما الأنتاية عمي عندك تبلش بدك تجهزها أنت، حاطة بقفص والذكر بقفص، تمام، والاثنين مو شايفين بعض، لازم تبلش تدعمها بالغذاء المناسب. شو هو الغذاء المناسب؟ الغذاء المناسب هو البيض المسلوق، تمام. انا عم بحكي بيض مسلوق لانه في عالم ما في تقدم باتيه، وانا ما بحفز البيض المسلوق، بس انا بذكره لانه في عالم ما في تقدم باتيه يا اخي، غالي الباتيه، تمام. البيض المسلوق مع قشره ربع بيضه للانتاي بعد 6 ساعات بالصيف و12 ساعه بالشتاء بتكب الربع بيض. النقطه اللي بعدها النقطه الثالثه، في عندك انت باتيه فيك تقدم باتيه، قدم باتيه. هذا الشيء كلياته بيساعد الانتاي على تكوين عنقود البيض داخل بطنه، تمام. يعني هي الانتاي بحاجه للكالسيوم بهذا الوقت او بهي الفتره. طيب فيني اقدم خضروات؟ قدم خضروات. فيك تقدم فواكه؟ نعم اخي الكريم فيك تقدم. طيب اخي الكريم لما انت تقدم له هدول الفيتامينات، الكالسيوم، المعادن، تمام، بيساعدها على تكوينها للبيض. انا ما عم بحكي هلا عن موضوع المحفزات الجنسيه، يعني مثلا العسل والمكسرات والى اخره، انا موضوعي موضوع عنقود البيض، تمام. بعطيها كالسيوم، فيتامينات، معادن ضمن برنامج غذائي اسبوعي، تمام. هذا الشيء كلياته بيساعدها على تكوين عنقود البيض داخل بطنها. ما تقول لي انت قدم بس خلطات، عفوا بس الخلطه البذور، وانا الله يحب المحسنين، هذا الشيء مرفوض. بدك تساعد الانتاي، تمام، بالمكملات الغذائيه. بس الانتاي عندك انت لفت العش،
تمام؟ قلت لكم انها بتدخل الذكر عليها بعد عمليه التشويق، وبس الانتاي وضعت البيض داخل العش، اياك ثم اياك تقدم بيض مسلوق. ليش؟ لانه حيصير عندها تشحيم، وكذلك الامر رح يصير عند كمان الذكر تشحيم. البيض المسلوق بوقفه. امتى بقدمه؟ يوم يصير عندي انا افراغ عمره اسبوع. تمام اخوان؟ ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، بتمنى التوفيق للجميع. كان معكم اخوكم ابن الشام.